عشان ننجح في الكونفرجن كامبينز لازم بنحدد حاجه اسمها الفايف ليفلز اوف اويرنس، فكره مراحل وعي الجمهور اللي احنا بنكلمه عن المشاكل اللي هو بيواجهها. يعني المستوى الاول ان الجمهور يكون عنده مشكله، الشخص اللي احنا بنكلمه لو فرضنا ان الجمهور ده كله هنختزله في شخص واحد، الشخص اللي احنا بنكلمه ده هل هو عنده فكره عن المشكله اللي هو بيعاني منها دي ولا لا؟ لان ممكن واحد يكون عنده مشكله وهو مش مدرك ان عنده مشكله اصلا، وبالتالي اي حاجه هتقولها بخصوص حل المشكله هي ملهاش قيمه، هو الراجل مش واخد باله اساسا. يعني لو فرضنا ان حد بيستخدم التكنولوجيا بطريقه مفرطه، بيقعد كتير على الموبايل بيتفرج على ريلز وشورتس بكذا ساعه، فده معناها انه بعد شويه هيبتدي الكلام ده يؤثر على تركيزه. ممكن هو ما يكونش حاسس بده وهو مش واخد باله ومحدش قال له عليه. لو جينا احنا نقدم حل بخصوص المشكله اللي هو فيها دي، هو مش هيبقى شايفها لانه اصلا مش شايف ان في مشكله. يبقى ده اول مستوى. المستوى اللي بعده هو حد عنده ادراك ان المشكله موجوده ولكن ما يعرفش ان ليها حل. يعني فاهم ان استخدامه المفرط للتكنولوجيا امر ممكن يؤثر على نظره وعلى دماغه وعلى اعصابه، على الهيكل العظمي بتاعه، العمود الفقري الشكل بتاعه، عشان القعده بتاعته لو مش صحيه. كل المشاكل دي هو ممكن يكون مستوعبها ولكن مش متخيل ان ليها حل. في واحد تالت عارف ان الكلام ده، ان المشكله دي موجوده وان ليها حل، ابتدى بقى يروح مرحله انه يشوف مين بيقدم الحلول دي. ده معناها ايه؟ معناها ان الراجل دلوقتي داخل في مرحله متقدمه شويه، طالما بيدور على ناس علشان يشوف الحلول يبقى هنا في احتماليه اكبر ان هو يقتنع وياخد اكشن ان هو يشتري. الليفل الخامس ده الموست اوير، ده الشخص اللي اوريدي عارف كل المراحل اللي فاتت، عارف كمان ان انت بتقدم الحل ده، وعارف المنافسين بتوعك، وشايف كل واحد ايه المميزات بتاعته وايه الطريقه اللي هو بيحل بيها المشكله. كل واحد من دول احنا لما بنيجي نخاطب المفروض ان كل دول ممكن يكونوا شريحه مستهدفه، ولكن كل واحد ليه مستوى كلام معين يتناسب مع مستوى الوعي بتاعه. يعني الراجل اللي في الاول ما يعرفش اي حاجه، مش واخد باله ده ان في مشكله، احنا بنشتغل ان احنا نوري له المشكله اللي موجوده، ننبهه لوجودها وتبعاتها، وبعدين نبتدي نقدم الحل بتاعنا. طب المستوى اللي بعده ان حد عارف ان في مشكله بس مش متخيل ان ليها حل، لا بنقول له انه في حل. طب لو في حد واخد باله ان كل ده موجود بس ما يعرفش مين بيقدمه، فاحنا بنعرض نفسنا ان احنا بنقدمه ونستمر بنفس الطريقه دي للاخر. وهنا بيكون بقى التركيبه بتاعه كل مستوى من دول بيقدم ليه مجموعه من الكوبيز اللي هي الصيغ البيعيه اللي بتطلع اعلانات، وبنختبر الكوبيز دي مع بعضها وبنشوف ايه اشتغل وايه ما اشتغلش، او ايه اللي شغال احسن من ايه، ونبتدي نطور فيه كمان بفيرجنز اكتر منه. كل الكلام ده هو ملخص لفكره الكونفرجن كامبينز. معظمه بيعتمد على الكوبي رايتنج في المقام الاول، وبعدين بعد كده في المقام الثاني ان احنا بنستراكشر الكامبين اللي بتشتغل، سواء كانت بتشتغل على فيسبوك، انستجرام، لينكد ان، تويتر، ايا كان المنصه اللي بنشتغل عليها. نبتدي نقسم الكلام ده بشكل منظم بنفس الفكر اللي احنا بنينا بيه الكتابه، بيتبني بيه تشغيل الاعلانات من ناحيه الميديا باينج، ويتوزع عليه الميزانيه طبقا لبرضه الوزن النسبي لكل حد فيهم. مش بالضروره يكون بالتساوي، ممكن جدا ندي ميزانيه اكبر للناس الموست اوير او البرودكت اوير اللي في مستوى متقدم وقريبين ان هم يشتروا شويه، عشان دول ممكن يدوا كاش فلو كويس للبيزنس، وندي ميزانيه اقل للناس الان اوير اللي في الاول اللي ما يعرفوش اي حاجه عن المشكله، عشان ننبههم، لان ده هيبقى عميل محتمل قدام انا بستثمر فيه عشان اجيبه يمشي معايا في المسار والرحله اللي احنا بنحكي فيها دي. هي دي الفكره الرئيسيه بتاعت الكونفرجن كامبينز.